السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض هريسة الشطة. يعني هريسة الشطة لا غنى عنها في البيت. عملنا برطمان بنفس طريقة الشركات. هيعيش معاكي من السنة للسنة. طبعا هريسة الشطة دلوقتي موجودة في السوق. هي بتبقى مواسم كده، فاستغلوها بقى واعملوا هريسة شطة. وخزنوها في الفريزر. نسمي الله بقى ونصلي على سيدنا محمد ونقول هنعمل هريسة الشطة ازاي. معانا فلفل حراق وبارد. يعني انا عاملاه من ده على ده. هما مش مكملين كيلو، هما كيلو الا ربع. لان انا عملت جزء قبل كده، بس لما بعد ما عملته قلت لا، طب انا كنت صورته فرجعت بقى ايه صورته له. قطعته بقى وجبت كده في الكبة وبدأت احطه. طبعا انا هشيل شوية كمان علشان حسيت ان هو كتير على الكبة، فهنزله كده وانقصه. وابدا بقى احط عليه المكونات بتاعته. هحط عليه ليمونتين، الكيلو الا ربع ده هحط عليه ليمونتين متقشرين كده ومطلعه منهم البذر. وهبدا بقى احط بقى معلقتين كبار من الملح، ومعلقه من البابريكا، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من السكر، ومعلقه كمون. وفي النص اهوت رشه كده، يعني اقل من ربع معلقه ملح ليمون كماده حافظه يعني. وخمس ست فصوص توم كده، يعني كمية كويسة. وهنحط كله بقى على الهريسة. ونبدأ بقى نشغل الكب عليها، نفرم الفلفل اللي معانا كله. لما بتكون موجودة في البيت بنستخدمها في حاجات كتير جدا. يعني احنا لما بنيجي نشتريها، لو حبينا نشتريها بنشتريها بثمن غالي قوي من الهايبر او من السوبر ماركت، فاحنا متوفرة في السوق، يبقى ليه ما نعملهاش. فزي ما انتوا شفتوا كده فرمتها وكملت برضو بقية الكمية، وكله قلبته في بعضه بقى في الاخر. وهبدأ بقى اشيل سلاح الكبة كده وافضيها في طبق يكون ناشف. هنزل بقى كده على في الطبق بالهريسة اللي انا فرمتها. خلوا بالكوا هي حامية جدا، فيعني ايه ايديكم ما تجيش قوي عليها، يعني علشان برضو ما تأذيكوش، يعني حرقة جدا. هننزل بقى كل الكمية ونبدأ بقى شايفين الكمية اهي. هنبدأ بقى نحط الإضافات الأخيرة، وهي ايه؟ هنحط ربع كوباية من الزيت وأربع معالق من الخل. نبدأ بقى نحطه عليها، ننزله عليها كده ونقلبهم برضو في بعض كويس جدا. وبعد كده نكون معقمين البرطمان بتاعنا. طبعا لو هتعملي اكتر من الكمية دي بتضعفي بقى المقدار. فده كده كان كيلو الا ربع متبقي عندي، يعني انا كنت عملت كمية قبلها. دول بقى حوالي 4 معالق كبار من الخل. هنحطهم كده ونقلب بقى كل المقدار على بعضه، المكونات كلها كده مع بعضها. طبعا زي ما قلت لكم هنكون معقمين البرطمان بتاعنا، غسلينه كويس ومنشفينه، وبعدين عرضناه للحرارة كده. زي ما بقول لكم بنولع الفرن، وبعد كده بنحطه لمدة دقيقة او دقيقتين، وبنطفي بقى وبنبدأ نعبي فيه حاجتنا.
هريسة الشطة بتنفع بقى معاكي في الأسماك، لما تيجي تعملي أسماك بتيجي مثلا ممكن قلية بدنجان وفلفل، هتعملي مخللات، ممكن تحطيها على البطاطس المهروسة، بتتعمل بيها حاجات كتيرة جدا. يعني بصراحة وجودها في البيت بيساعدك في حاجات كتير، ومش هيكلفك غير مجرد ان انت حاجات من البيت بتلميها في بعضها كده وبتكونيها على بعضها وبتعملي احلى هريسة شطة، بدل ما تشتريها غالية من المحلات. بتبقى متوفرة معاكي في البيت. وبكده خلص الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.